أول خطوة باش تخلصي من أحلام اليقظة هو تكوني عارفة علاش خاصك تخلصي منها. وهذا الشيء هضرت عليه في الفيديو اللي قبل وشرحت كيفاش أحلام اليقظة تقدر تدمر لك حياتك وكيفاش كتخليك تعكزي، تفقدي الثقة في النفس وتولي كتفكري أنك ضحية. وطلبتوا مني الحلول. في هذا الفيديو غادي نعطيكم حلول علمية ومجربة اللي غتعاونك تخلصي من أحلام اليقظة، وإلا طبقتيها غتكوني حسنتي 90% ديال الناس. ولكن في الأخير غادي نقول لك واحد الخطوة اللي إلا ما طبقتيهاش مع هاد الحلول فراه عمرك غتخلصي من تخيل سيناريوهات. فكملي الفيديو حتى الاخر. اول حاجه خاصك تعرفيها انه اي عاده كنكونوا مدمنين عليها صعيب نتخلصوا منها، وخصوصا الا كانت ممتعه وكتعجبنا وكنلقاو راحتنا فيها. فما تخيليش او لا ما تسنيش من راسك تكوني مثاليه وتقطعي هاد العاده في نهار او لا في اسبوع وتقولي صافي ساليت غنقطعها، حيت كوني متاكده بعد نهار يومين 3 ايام غترجعي ليها وغتحسي عاوتاني بالنقصه ولا بالفشل وتقولي فشلت نحيدها وغتستمري عليها. فمن الاول ديري في بالك انه اي عاده صعيب نحيدوها، يعني غتطلب منك شهر شهرين 2 سيمانات 3 سيمانات على حسب انت كيفاش قادره تعملي مع راسك ولا على حساب الادمان ديالك عليها. فما تسنيش من راسك كوني مثاليه، وحتى الا داز نهار وحاولتي تخيلتي ولا تخيلتي بزاف ما تحكميش على راسك وما تضغطيش على راسك. عادي جدا، ولكن المهم هو تستمري. هو كل نهار تقولي خصني نكون احسن من البارح، كل نهار تقولي غادي نحاول نقص الكميه ديال هاد التخيل ديال السيناريوهات. ودابا ندوزو للحلول. واول حل واهم حل يمكن كيبان لينا حنا عادي وكيبان لنا انه ما كيأثرش، ولكن راه كيأثر، وهو نقص المحفزات واللي منهم الموسيقى، او السبب اصلا الاساسي في هاد التخيل السيناريوهات هو الموسيقى. خاصك ضروري تنقص الموسيقى حيت كتأثر بزاف عليك وعلى النفسية ديالك. يمكن تقولي راه يمكن تخيي بلا موسيقى، ولكن من الأحسن بلا موسيقى. غير هو نقصي الموسيقى حيديها كاع. شي ديزا في الريلز عادي طلعي، ولكن باش تشدي تكتبي في يوتيوب وتدخلي تصنتي موسيقى فيها 10 دقائق 20 دقيقة ولا 4 5 وتبقاي تخيلي عليها هذه حزينة، نتخيل على سيناريو حزين، هذه ممتعة سيناريو ممتع. لا لا لا. واصلا كيف ما كتعرفوا الموسيقى حرام، يعني الله ما حرم حتى شي حاجه عبثا، حيت الموسيقى كتدمرنا وكضرنا. كل ما كثرتي منها كل ما كتاثر على الصحه النفسيه ديالك، وهي اللي كتخليك تخيلي بزاف. فحاولي تحيديها 100%. لا ما قدرتيش حاولي تلقيها مثلا، ولكن ما تخيليش. لا كنتي طالقاها شقاي ولا خدمي ولا خرجي ديري شي حاجه، المهم ما تخليش مطلوقه وانتي كتخيلي. حاولوا تبدلوها بالبودكاست ولا القصص، كاع اللي ما قدرتوش تسمعوا بودكاست بدليها بالقصص، هما اللي غيكونوا ممتعين، وحيت القصه كتخليك متبعه معاها وكتسني الحدث. ثاني حاجه خاصك ديريها وهو فوا تحسي براسك بديتي كتخيلي او لا وسط الخيال بديتي كتخيلي حسيتي براسك انك كتخيلي وهذا الشيء خايب، هو تبدلي الاكشن، يعني تبدلي شنو كديري في ديك اللحظه. دائما كيقول لك اللي بغى يحيد من شي عاده ولا بيتخلص من شي عاده خايبه، فوا يحس براسو بدا كيديرها يبدلها. فوا تشوفي راسك بديتي كتخيلي نوضي جري نوضي تمشاي نوضي هضري مع ماماك مع صحاك مع خوتك، قراي القران، استغفري، الذكر، صلي وطلبي الله نيت يفرج عليك ويعفو عليك من هاد الحاجه. ولكن بدليها. فوا تحسي براسك هكا بديتي كتخيلي دخلتي لداك العالم، انت وعيتي انك كاينه فيه، ما تكمليش. طبعا الا كانت عندك اراده قويه ما تكمليش، ديري حاجه اخرى. من الاحسن تخرجي تمشاي تهضري مع الناس اللي حداك، تفرجي في شي فيلم ولا شي حاجه. المهم بدلي الاكشن، بدلي هذاك الشيء اللي كديريه في ديك اللحظه اللي هو الخيال. يعني اي عاده بغيتي تخلصي منها فوا تحسي براسك بديتي كديريها بدليها في ديك اللحظه. ما تخليش ما تبقايش تفكري بزاف. فوا تشوفي راسك بديتي كتخيلي بدلي ديك الساعه الاكشن. وثالث حاجه وهو تعمري وقتك. كيف ما كتعرفوا الفراغ هو اللي كيخلينا نديروا اسوء القرارات واسوء العادات واسوء حوايج في حياتنا. فاش كيكون عندك الفراغ كتفكري غير في الحاجات اللي حرام، كتفكري غير في عادات خايبه، يا تاكلي بزاف يا ديري شي حاجه خايبه يا المهم. كل واحد شنو كيدير في الفراغ ديالو. داكشي علاش خاصك تعمري الوقت ديالك. ديري واحد الاهداف جديده غيعاونوك، ديري شي مهام جديده غتعاونك، سواء غتنقصي سواء غتزيدي الوزن، دخلي الرياضه لحياتك، ديري لا مارش في النهار 1 ساعة ونص، ديري صله الرحم، خرجي عند الناس، هضري مع العائله، خدمي على خدمتك على قرايتك.
اي حاجه زيديها في نهارك باش ما يبقاش لك الوقت فاش تخيلي. حاولي تعمري نهارك باش ما يبقاش يجيك الفراغ باش تخيلي عاوتاني. عمري نهارك، ديري اهداف جديده، خدمي على قرايتك طوريها مزيان، كنتي خدامه حاولي تخدمي مزيان، ديري شي حاجه في خدمتك، تقفي تعلمي، ديري هوايات، خرجي لاصال، مع البنات، اي حاجه ديريها باش تعمري وقتك وما تبقايش كتخيلي بزاف. ماشي زعما تحاولي تنقصي من المهام باش تخلي وقت للتخيل، دابا ديري العكس، حاولي تقللي التخيل وتكثري المهام باش تنقصي من هاد التخيل. وداكشي اللي كتخيلي مثلا توصلي ليه، ولا مثلا كتخيلي انك تزوجي، تتخيلي تكوني لاباس عليك، عندك شركات، عندك الخدم، مسافره جميع الدول، ولا كتخيلي راك اي حاجه كتمنايا في داك الخيال ديالك طبقيها في الواقع. مثلا كتخيلي تبغي تكوني ناجحه، بداي تقراي، ماشي غير نتخيل راني نجحت راه صفقوا عليا لا، طبقيها في الواقع، سيري قراي باش بصح تعيشي انه صفقوا عليك، طبقيها في الواقع باش بصح انك تشوفي راسك وليتي غنيه، ماشي غير تخيلي. فحاولي تعمري نهارك، تلقاي اهداف لراسك اللي غيعاونوك واللي غيطوروك وينقصوا من الوقيته ديال التخيل ديالك. ورابع حاجه وهو خلي واحد الوقت للخيال. كيف ما قلنا ما كنتوقعوش اننا نكونوا مثاليين من الاول، واننا من الاول غادي نقطعوا 100%. لا، فرضا حنا نفترضوا شي وحده كتخيل قبل النعاس، كتخيل مثلا مور القرايه، ولا باش كتكون راكبه في شي طاكسي ولا طوبيس، ولا فاش كتكون مع صحاباتها كتخليهم يهضروا وهي كتخيل. فرضا كتخيل 4 5 السوايع في النهار. حنا هاد النهار غتفيقي غتقولي اليوم ما غاديش نخيل واحد الساعه ولا كاع نص ساعه، ما تخطيش على راسك، ديري غير شويه بشويه. حاولي قلت لك تعمري لوقتك، ما تخليش الخيال يغلبك، انت اللي تكوني متحكمه فيه. ديري واحد الوقت، قولي اليوم غادي نتخيل غير قبل النعاس، وغادي نتخيل فاش غادي نكون جالسه بوحدي مثلا. هكا ديري، قولي اليوم غادي ندير غير نتخيل غير قبل النعاس ولا هذا. يعني ديري موعد، ديري واحد 20 دقيقه ولا 30 دقيقه، خليها محدده، انت اللي متحكمه، ماشي هو اللي كيتحكم فيك. ماشي غير تكوني جالسه وتقولي وتلقاي راسك سرحتي، ولا تكوني في لافاك ولا في القسم وتلقاي راسك سرحتي. لا، انت حددي امتى غادي تخيلي وصافي، وكتبقاي ملهيه شويه، ملهيه مع هادي ملهيه مع هادي، يمكن كاع ما تلقاي كاع داك الوقت انك تتخيلي. فحددي واحد الوقت، يعني ما تحرميش راسك، ولكن عاوتاني ما يكونش كثير. قولي صافي اليوم غنخلي الخيال حتى قبل النعاس وكذا، ديك الساعه دي تخيلي غير ديك النعاس، ما غتخيليش بزاف. هكذا نهار على نهار كديري تنقصي شويه بشويه حتى كتلقاي راسك حيدتيه. واصلا من بعد راه كيكون عادي، ضروري كنعيشوا في الخيال ديالنا حتى هو ما كيكونش متحكم فينا، وكيكون قليل، يعني كنعيشوا في الواقع اكثر. ورابع حاجه وهو تنظمي الجهاز العصبي ديالك. قد ما تخيلي سيناريوهات باش ترتاحي ولا باش تهدني، او الا دزتي شي موقف خايب، ولا تنمر عليك شي حد، قمعك شي حد، جات لك شي بلان محرج، كتقولي غنمشي نتخيل باش تهربي من الواقع. لا، ما تخليش التخيل هو الحل اللي غيهنيك ولا غيهدئ الجهاز العصبي ديالك. لا، ديري واحد التنفس عميق. مثلا طرات واحد الموقف خايب ما عجبكش، غتنفسي مزيان وغتقولي عادي هادشي كيطرا، ما طرا ليا والو، انا دابا مهدنا. ما تحاوليش تلجئي دائما للتخيل، هدئي راسك بحوايج اللي صحيه بحال التنفس. تنفسي مزيان، نفسي مزيان. كاينين تمارين في يوتيوب على التنفس العميق ولا التنفس اللي صحي اللي كيكون يربي صحيح. وديري المشي هكا، خرجي تمشي واحد شويه، يتقادوا لك الافكار، تهدني واحد شويه، ولا كتبي اي حاجه طرات لك خايبه وتحسي براسك معصبه دابا وبغيتي تفرغي ولا بغيتي تهربي، من الاحسن تكتبيها. ديما كنصحكم بالجورنالين، هو كينفع في اي حاجه بغيتي تعالجي منها. نفرغي فيه الاشياء السلبيه، الايجابيه، الزوينه اللي ما بغيتيهاش، شي حوايج كضرك فرغيها فيه باش تهدني. وما تخليش التخيل هو الهروب، خليه هو اخر حل باش تهربي. جربي الحلول الاخرى، عاد هربي التخيلات. واخر حاجه وهو تخدمي على النسخه المثاليه اللي في الخيال ديالك. كيف ما قلت لك في الاول، انه داكشي اللي كتحلمي بيه في الخيال ديالك ولا اللي كتخيليه، حاولي تطبقيه. وحتى الا كانوا شي حوايج ما كايناش، تقبلي الحياه ديالك بلا بها. مثلا كتخيلي راسك شي واحد كيبغيك، او لا مثلا لاباس عليك، لا ماما كظريفه معاك، ولا درت قبيحه معاك، الحاجه اللي ما عندكش السيطره عليها، من الاحسن تقبليها وتعيشي معاها. والحاجه اللي قادره تغيريها وتبدليها، من الأحسن تبدليها في الواقع، حيت المتعة ديال الواقع أحسن من ديال الخيال. فخدمي على ديك النسخة، وخدمي على الأهداف اللي كتمنيهم وكتضلي تخيليهم، خدمي عليهم في الواقع. إلا ما عندكش الجهد ليهم،
حاولي حتى تخدمي، حيت راه هاديك التخيلات هي اللي كتمنعك انك تولي ناجحه وكتحققي دوك الاهداف ديالك. فالوقت اللي تضيعي فيها ضيعيه في العمل على دوك الاهداف وتخدمي عليهم وتطوري من راسك. وكيف ما قلت لك في الاول، انه واخا طبقي هاد الحلول او هاد الخطوات، راه الا ما عرفتيش واحد الحاجه فراه عمرك غتخلصي من هاد السيناريوهات. وهاد الحاجه هي السبب اللي كيخليك تخيلي السيناريوهات. الا ما عرفتيش السبب اللي كيخليك تخيلي السيناريوهات وتعالجيه من الاساس ولا من الجذور ديالو، فراه عمرك غتخلصي من هاد السيناريوهات، حيت غتبقاي تحاولي وترجعي تحاولي وترجعي الا عمرتي داك الفراغ او داك الشيء اللي كيخليك تخيلي سيناريوهات. مثلا انت عندك فراغ عاطفي او عندك جرح الاب، يعني بغيتي شي واحد يبغيك يحسسك بالامان يحتضنك، راه الا هذا السبب هو اللي مخليك تخيلي سيناريوهات فيها البطل هو اللي كيبغيك وانت شخصيه رئيسيه وكيحن فيك وهادي وهادي وهادي، فراه خاصك تعالجي هاد الشيء وتعمر داك الفراغ وتصلحي داك الجرح. فعرفي شنو السبب اللي مخليك، واش انك فقيره او ما عندكش عائلتك ولا عائلتك ما كيبغيوكش ما كيحترموكش، عندك فراغ عاطفي كتسني الحب كتحتاجي الحب، ما عندكش ثقه في النفس كتحسي بالحشمه، والو كتحسي بهذيك فاشله ما عندكش ثقه في النفس. حاولي تعالجي هذا السبب الاساسي ومن بعد شوفي واش غادي تخلصي من هاد السيناريوهات ولا لا. حيت فاش كتعالجيه كتقبلي انه انت طرا لك هاد الشيء وعادي ما كيحكمش على المستقبل ديالك وما كيحكمش عليك. الاهم هو تعالجيه تملئي داك الفراغ وتعيشي في الحياه او لا في الواقع. فهذا الا عرفتي السبب بصح اللي كيخليك تخيلي سيناريوهات وعالجتيه، كنضمن لك 100% انك غتخلصي من هاد السيناريوهات، طبعا الا انت بغيتي وكانت عندك الاراده. كيف ما كتعرفوا دابا رمضان هو راه فرصة فاش تقطعي العادات ولا فرصة فاش تداوي الأسباب اللي خلاتك تهربي للخيال ديالك. فإلا حسيتي براسك عايشة في سيناريوهات كتسرق منك حياتك، راه تقدري تبداي اليوم خطوة صغيرة بوعي كبير. وإلا بغيتي فيديو خاص نهضر فيه على الأسباب أو نعالجو فيه الأسباب ديال التخيلات، الجانب العاطفي، نقص القيمة ولا القسوة اللي عشناها، خليو ليا كومنتارات وغادي نقادو ليكم. كانت معكم ميمة اللي بغاتكم توصلوا لأحسن نسخة نفسية منكم. دمتم في أمان الله.